غير بكميه تاع الزيت ومغرف كبيره تاع زبده وانت درتي كسره بالتمر ضاربه في البنه اللي دوقهم يحسبهم براج. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. نفوتوا مباشره نبدو في الوصفه. حطيت هنايا 2 كيلات تاع سميد متوسط وكميه تاع الملح، درت مغرف صغيره ممسوحه وربع ملعقه تاع خميره الخبز وملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه وربع ملعقه حتى نص ملعقه تاع بيكربونات. نزيد عليهم اقل من النصف تاع العبر اللي عبرت به السميد، نديروه زيت ومغرف كبيره معمره مليح تاع زبده ولا مارغرين. نخلط كاع هاد المكونات ونبدا نبسس في السميد ونحكه مليح بين يديا، ونجيب كميه تاع الماء مخلط مع الماء زهر ونقعد نزيد فيه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه ما تكونش طريه، يعني القوام تاع البراج اللي موالفين نديروه. وهنايا بعد ما تلمت لي العجينه راح نلمدها مليح ونقسمها على 2 ونخليها بجهه بلا ما وجدت الغرس تاعي. وفي هذا الفيديو ما غاديش نوريكم كيفاش توجدوا الغرس لخاطر انا ديجا وجدته من قبل، يعني دائما نوجد كميه ونحطها في المجمد. انا ما نستعملش الغرس الواجد، نستعمل التمر، نجيب التمر من عند العشاب نقولوا له تمر حميره، نغسله مليح ونقيه ونفوره، من بعد نزيد له الزبده ما زهر والمنكهات اللي نبغيهم. ودرك نروحوا نكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا جبت كميه تاع العجينه حليتها بهذه الطريقه، خلوها خشينه، نسقمها باش تجي على يعني مستوى واحد. من بعد نجيب الغرس نكون ديجا حليته، درته في بلاستيك وحليته. من بعد نجيب الجزء السفلي، عفوا نجيب الجزء العلوي اللي يكون حليته تاني وحده، نرفده كما راكم تشوفوا ونحطه فوق الغرس ونبدا نقفل، يعني الجهه التحتانيه نطلعها على الجهه الفوقانيه باه يجينا الغرس يعني في كاع البلايص ما يجوناش بلايص خاويين، يعني تاع الجوانب باه ما يجوناش خاويين، حتى ويجونا خاويين ما يجوش بزاف، هادوك لي شوت يجونا حاجه قليله. من بعد نبدا نحل فيها كيما هكا، انا نحلها شويه من بعد نعاود نقلبها كيما راكم تشوفوا، نقلبها كيما هكا ونكمل نحلها بسمك 1 سنتيمتر. والطاجين تاعي راه فوق النار، بعد ما حليتها نسقم لها الجوانب تاعها. من بعد نجيب الطابع المخصص للبراج ونبدا نحدد في القياسات باه يجوني كاع الحبات قد بعضاهم. اما الشكل انا ما غاديش ندير هذا الشكل، انا نرفد القياسات باه يجوني قد بعضاهم، ومن بعد التقطع نبغي ندير شكل مثلثات وكل واحد يدير الشكل اللي يبغيه. كاين اللي يبغي الحبه تاع البراج تكون كبيره، وكاين كيما انا نبغي الحبه تكون متوسطه، على بها نبغي ندير الشكل مثلث. كيما هنا راني نقطع فيهم وفي نفس الوقت راه الطاجين تاعي فوق النار، ونكمل نقطعهم بهذا الشكل ونفوت مباشرة نبدا نطيب فيهم. شوفوا هنايا الشكل كيفاه يجي، يعني نفس السمك اللي من الفوق هو اللي من التحت. واذا درتوا العبار من البدايه تاع الكاس بالكاس تاع ام وليد ديروا مغرف صغيره تاع زبده. وما تنسوش تاني مغرف تاع السكر، انا هنايا نسيت ما صورتها لكمش، ولكن لازم ديروا مغرف تاع السكر باه يدي هذاك اللون الذهبي يجي شباب. وهنا راني نكمل فيهم. شوفوا الحبه اللي طيب راني نقلعها وندير حبه في بلاصتها. بعد ما يطيبوا دوك تشوفوهم معايا، دوك نطيبهم على الجوانب خليهم يتحمروا مليح. بعد ما يطيبوا تشوفوهم معايا على الطبق النهائي. وشوفوا البنات يجوا بزاف شابين، ما كانش اللي امن باللي هذه كسره، يعني البنه بنت البراج، يعني انا نقول لهم ديجا البراج ما نقول لهمش كسره، يعني بنتهم بنت البراج ويجوا بزاف طريين هشاش، خاصه كي ديروا فيهم البيكربونات. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم ونتلاقوا المره الجايه، والسلام عليكم.